السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. تحية خالصة إلى كل متتبعي قناة الجريدة المغربية. هذا النهار إن شاء الله الرحمن الرحيم كنرحبوا بكم في هذه القناة. هذه بطبيعة الحال غادي نناقشوا مجموعة من المواضيع رفقة الأستاذ ديالنا السي محمد، المحلل ديال قناة الجريدة المغربية. إذا ريتما يلتحق بنا السي محمد، وكذلك يلتحق بنا الإخوان المتتبعين ديالنا الكرام. مرحبا بالجميع بطبيعه الحال. هذا النهار رفقه السي محمد غادي نناقشوا مجموعه من المواضيع، من هذيك الخرجه ديال الاتحاد الاوروبي، فرنسا شنو بغات من المغرب، وكذلك شكرا للجمهور المغربي في شخص الرجاء البيضاوي اللي الحمد لله رفعوا دعوه الى الامم المتحده من اجل تحرير اورانيا. اذا مرحبا بالجميع. ريتما يلتحق بنا السي محمد بعد قليل. اذا كنتمنى بان هذه الحلقه هذه تنال الرضا ديالكم بطبيعه الحال. كنشكروا كل متتبع وفي لقناه الجريده المغربيه. كنشكروا كل من ساهم من بعيد او من قريب في تطوير هذه القناه. كنرحبوا بالاخ زليج المغربي. نعيمه تبارك الله عليك اختي. اذا السي محمد مرحبا بك. شكرا الأخ أحمد، والشكر موصول والسلام لكل المتتبعين والمتتبعات الكرام الأوفياء لهذه القناة، وشكرا. اذا مرحبا بك اختي ملكه، مرحبا بك. كيلتحقوا بنا الاخوان. كنشكركم على الدعم، وكنشكروا الاخت هبه اللي ساهمت عن طريق السوبر شات، وانا قلت لكم بطبيعه الحال كنتمنى صديقا من الناس اللي سيرتو الناس ديال الدياسبورا انهم يساهموا بشكل كبير في دعم القناه. عندكم في الجهه ديال خانه التعليقات، وكذلك راه عندكم واحد الميزه ديال التشكرات. شكرا جزيلا لكم. سي محمد غادي ندخل مباشره في المواضيع ديالنا. شكرا للجمهور المغربي في شخص جمهور الرجاء اللي رفعوا واحد الدعوه ضد رفعوا واحد الدعوه للامم المتحده ضد جنوب افريقيا باحتلالها لاقليم اورانيا. اما درتي يدي تودي. ماذا تقول سي محمد؟ والله العظيم قال لكم من لا الجماهير فسميتو هو الجمهور المغربي، خصوصا الرجاوي، ان رفع انه ولا دابا حديث الساعه في جنوب افريقيا. كيف تقريبا واحد الاقليم وسط الدوله ممنوع على السود وممنوع على الملونين باش يدخلوا ليه، قمه العنصريه. وجاي هذاك الخنات يعلمنا يورينا، قال لك تقرير المصير تقرير العاصر. قرر المصير والله لا احيوها. وهناك حتى في البلاطوات الفرنسيه والغربيه هناك حديث على ذلك الاقليم الاخر مستعمره من المستعمرات الموجوده بافريقيا. هذه حقيقه. الجمهور الرياضي احيا، ماشي جابوا ذاك المخنات المطلوب قضائيا الملطخه يداه بسميتو ديال شرف الاطفال ومو وخو وخوت كلهم ملطخين جايبين. شوف اخي الكريم، الافتتاح ديال المونديال ديال قطر بدا بالذكر الحكيم، بينما الشان الجزائري بدا بالتطاول على دوله ذات سياده. مفارقه اخي الكريم، مفارقه. وكما يقال مع مشتك مع مشباتك، لان هذاك النظام. تفضل سي محمد. اذا فيه العبث وعفن وناتين، فكذلك تيجيب غير اتنى منه واخنز منه تيجيبهم كذا. شوف الافتتاحات كي دايرين، حتى ان ديال كره القدم ديال الخليج 25 شو كينقي، والمحبه والناس حيدت الاحقاد بين الشعوب، خصوصا الاخوه الكويتيين والعراقيين. وهنيئا الفريق الوطني العراقي بكاس الخليج، وكسموا داك الشيء لعب نقي، ماشي بحال هذا النظام ديال الخماج جايب لنا واحد المخنات تيبدا يكيلو للمغرب ويحرض على الحرب ويحرض على الكراهيه. والله اذا خسئ ذلك النظام. ولكم كلمه اخي الكريم. اذا سي محمد غادي نخليك مع هذا التقرير باش نشوفوا يعني جمهور مغربي اللي خلق الحدث كما كيقولوا هما. جبدوا كانت المساله ديال القبائل، ولينا كنهضروا على القبائل، وهاد اورانيا كانت يعني منسيه بتاتا مطلقا. ولكن الحمد لله المغاربه الند بالند، والحمد لله انهم جبدتوا علينا، انكم جبدتوا ذاك الحفيد ديال مانديلا اللي حاول انه يتهجم على المغرب. هما الان الجمهور المغربي ورفع دعوه الى الامم المتحده من اجل تحرير
اورانيا. نشوفوا هذا المقطع السي محمد ونرجع. C'est pratique. Notre focus nous emmène à présent en Afrique du Sud, dans le centre du pays, dans un endroit complètement hors du temps, une enclave créée à la fin de l'apartheid par des nostalgiques du régime raciste. Dans cette communauté baptisée Orania, il n'y a aucun noir, 1500 personnes, toutes blanches, qui vivent en autarcie complète. C'est un reportage de nos confrères de France 2. Il règne ici comme une atmosphère de Far West. La petite ville dispose de sa propre monnaie, de son drapeau. Fondée il y a 27 ans à la fin de l'apartheid, Orania rend toujours hommage à différentes figures de ce régime raciste. سي محمد 1500 من البيض هما خلقوا الحدث، والمغرب الحمد لله الجمهور المغربي انكم كتساهموا مع هذا النظام الجزائري باش كتقولوا مطردين واحد الخبيث اسمه حفيد منضله اللي كيحاول انه قال لك يجب تحرير الصحراء الغربيه. هو الان دابا هاد اورانيا ما كانش معروفه، ما كانش عندها واحد ضجه اعلاميه. هو الجمهور المغربي خلق الحدث سي محمد. صح اخي الكريم، هضرت قلت لك بان الجمهور الرجاوي احيا واحد القضيه كانت منسيه، وكانوا ابواق ديال سواء ديال النظام الجزائري او غيره يقول لك اخر مستعمره باش يتوهوا الراي العام، اخر مستعمره في افريقيا هي الصحراء المغربيه، هو خاصيتهم وفي ناس سبتهم لي. ها هو بان ملف اخر عاوتاني ديال اقليم اورانيا. كيف يعقل ان هذيك الشرديمه اللي ساكنه فيه بكل خساسه بعد هجرتها سواء من هولندا او من اقطار اوروبيه، والسلطنات تما ضد السكان الاصليين لي زوتوكتون اخي كريم، قتلوا فيهم ما قتلوا، ويجي ذاك الخبيث ابن الخبيثه يجي يقول لنا ان يجب حمل السلاح لتحرير الاقاليم ديالنا الصحراويه. هذه كل بالخبث. وكما قلت لك اخي الكريم، قارن بين افتتاح المونديال في قطر بدا بتلاوه الذكر الحكيم، بينما عند الصيع الذين رضعوا الالحاد من المعسكر الشرقي خصوصا من الاتحاد السوفيتي، يعني التربيه ديالهم. شوف باش بداو الشان قريحه، شوف باش بداو بالكراهيه سميتو تيطالبوا بحمل السلاح ضد دوله ذات السياده اللي المشكل ديالها في الامم المتحده. ما تيقولوا المشكل عند الامم المتحده، وما دخل الجزائر واذنابها في هذا الملف. هذه هي الحقيقه الماثله. ولكم كريم. اذا شكرا سي محمد. غادي ندخلوا في المواضيع الرئيسيه ديال الحلقه ديال هذا النهار. الحمد لله ان المغرب اصبح لا يهيب احد. راه شفنا ذاك الصراع اللي كان ما بين السعوديه والولايات المتحده الامريكيه. المغرب مشى في شخص السيد بوريطه وقال للسعوديه، قال لها انا معك. كان واحد الاجتماع غادي يكون مع اسبانيا، والمغرب رفض بحضور ذاك الحزب ديال البوديموس. المغرب ولا عنده 1+1 تساوي 2، اون شونج با ليكواسيون، ما بقى كيخاف حتى شي واحد. اللي بغى المغرب فمرحبا. المغرب اليوم ليس مغرب السي محمد. دابا كنشوفوا ديك الزياره ديال جوزيف بوريل الى المغرب، وحاول انه يهدد المغرب، تلقى مع اخنوش وتلقى مع بوريطا. ولكن من نرجع الى اوروبا كنشوفوا بان الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي خرج وحاول انه يتهم المغرب فيما يخص حقوق الانسان، ادانه للمغرب. كاين 365 صوت صوتوا بنعم، 40 انسحبوا. ماذا تقول في هذا الموضوع؟ صح اخي الكريم، هي حمله عدائيه كنا شرنا لها شحال من خطره. قلنا بان هناك ما تيقربوا الاتفاقيات سواء ديال التجاريه او الصيد البحري او شيء من هذا القبيل تنوض هذه الحمله. وسبق للمغرب اللي حذر شحال هذه وفي عده مناسبات من ديال الحمله الممنهجه في كل مرحله بشكل مباشر. والغريب ان الدوله الوحيده، لاحظ معايا، المغرب اللي وحده بين كل الدول الافريقيه والعربيه اللي مستهدف بالهجمات في كل مره. ولا المغرب هو الوجهه المفضله للهجوم من الدول اخرى وليس النظام الجزائري. وهذه الحملات تتكون دائما بناء على مواقف ومزاعم لا اساس لها من الصحه، تتروجها بعض وسائل الاعلام بناء على سوء نيه دون الاعتماد على اي اساس قانوني. احنا عارفين الملفات، والمغاربه عارفين الملفات اللي شادين على حقوق الانسان مع حقوق الانسان. والمغرب تعرف الجهات التي تتعادي المغرب،
باش تلي ليه الدراع ديالو اللي يديرها في عده ملفات. هذه الجهات تتجاهل حقوق الضحايا في اي ملف تيشكو تهدر فيه النظام القضائي بالمغرب. وانا ما بغيتش نذكر ملفات راه عارفينهم الناس، ملفات حقوقيه والقضاء قال كلمته فيها لا مجال نخوضوا فيها لان لسنا من ذوي الاختصاص ديال القضاء. والمغرب اليوم صراحه يظل ملتزم بالشراكات ديالو مع الاتحاد الاوروبي، ولكن تيحذر هذه المناورات الدانئه ديما المغرب انا لحظه في كل سنه او سنتين تتنوض هذه الهيلاله هذه حفاظا على المصالح المشتركه، لان هذه المده تتنوض فيها ديما النعارات كلما اقترب استحقاق معين، اما اتفاق الصيد البحري، اما اتفاق كذا ولا كذا، او المحكمه الاوروبيه تصدر القرار ديالها فيما يخص المنتوجات القادمه من الصحراء المغربيه. لكن هذه المره طعم الغاز الجزائري يا اخي الكريم، هذه المره ان الغاز الجزائري دخل على الخط، وكنا ديما تنحضر من اليسار الاوروبي والخضر والاحزاب الخضر. هذه المره تغلغل الغاز الاوروبي. ليس احنا اللي قلنا، بل النائب الاوروبي تيري مارياني هو اللي قال فجر قنبله ثقيله بالبرلمان الاوروبي اثناء المناقشه ديال التقرير اللي تيستهدف المغرب، اللي صوت عليه اخي الكريم تقريبا هو تقرير مليء بمغالطات، الهدف منها هو التشهير بالمغرب. وقال البرلماني من غير المقبول يدخل البرلمان الاوروبي في الشؤون الداخليه للمغرب، وهي حقيقه، ويتغاضى على ما يجري في الدوله الجاره. الجزائر زعما جنة الله في الارض، لماذا الاوروبي يتمشي لماما بينما الممثل ديال حقوق الانسان ديال اللي في جنيف منع من دخول الجزائر؟ وما هضروش، ما قالوا لا تيتنحب. علاش زعما ضد المغرب هذه الحمله هذه؟ علاش الدول الاخرى ما كانش الهضره تيهضروا داك الشيء طفيف؟ كيف لليسار والخضر بالبرلمان تيصمت ولا ينتقد وضعيه حقوق الانسان بالجزائر؟ هكا يقول البرلماني. انا نخليك سي محمد قبل ما تكمل نخليك مع التصريح ديالو. ها هو عندنا في القناه غادي نخليك واتميم سي محمد، ممكن؟ اش قلتي؟ هو غادي نخليك مع lancer ce discours en disant que nous nous réunissons pour condamner les pratiques d'un pays qui brime les droits de l'homme, oppresse les voix contestataires et participe à la déstabilisation de l'Afrique. Mais alors, cela signifierait que nous parlons ici de l'Algérie. Or, la gauche européenne ne condamne jamais l'Algérie et l'Union européenne lui passe tout en espérant son gaz. À la place, nous débattons du Maroc, qui est pourtant un des pivots de notre partenariat stratégique en Afrique. Qu'y a-t-il dans cette résolution? L'affirmation que M. Radi ne serait pas un violeur. Comme chacun d'entre vous, je n'en sais rien. En revanche, à la différence de la majorité de cette Assemblée, je ne considère pas que les décisions de la justice marocaine, que les accusations de la victime du viol valent moins que les communiqués d'Amnesty International ou d'Human Rights Watch. Le récent exemple des pratiques de l'ONG Fight Impunity devrait d'ailleurs avoir alerté chacun d'entre nous sur le crédit que nous accordons systématiquement aux ONG. Comme les États, elles ont leurs intérêts et leurs limites. Si M. Radi est victime d'un complot, c'est à ses avocats et au peuple marocain de le démontrer. Et ce n'est pas au Parlement européen de s'essuyer les pieds sur la justice marocaine. وي سي محمد، هو البرلماني يعني اصبحهم تجاهلوا الجزائر، وقال لك بان اليسار الاوروبي ما هاجمش الجزائر ويهاجم المغرب الان، وكيهضر على حقوق الانسان وكيهضر على مسائل. هو فضحهم هنايا هذا المقطع ديال هذا البرلماني اللي اصبحهم بهذه الكلمه ديال السم. حتى أتمم أخي الكريم يقول السيد البرلماني أن كيف لليسار والخضر بالبرلمان يصمت ولا ينتقد وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، وهي حقيقة، مع العلم أنها ضالعة ومشاركة في زعزعة الاستقرار بإفريقيا. هو يقول في البرلمان الأوروبي الجزائر ضالعة في زعزعة الاستقرار بإفريقيا وضالعة في انتهاك حقوق الإنسان. وعلاش الاتحاد الأوروبي يتساهل معها؟ لأن الأمر يتعلق بورقة الغاز. صح، حقيقه انا كنت قلت شحال من نهار طلع السومه ديال الغاز والبترول، قلت لك انتظر ان الدبلوماسيه الجزائريه ستنتعش وتحل الخزائن ديال الدوله لتعطي الرشاوي او تشيبا هنا وهنا. يقول ان هي مساله باتت واضحه. ثم يضيف البرلماني واعتبر ان التقرير ديال البرلمان الاوروبي متحامل على المغرب والذي يعتبر شريك اساسي لاوروبا بافريقيا. وقضيه ديال الملفات احنا عارفينهم وخدنا فيهم شحال، الملفات اللي تعرضات ديال انتهاك حقوق الانسان بالمغرب طالب بمراجعه التقارير الصادره عن منظمات حقوق الانسان سواء امنيستي، هيومن رايتس ووتش وغيرها.
وتيقول وجب التدقيق في المصداقيه ديالها، لا يمكن جعلها مرجع لتوجيه الاتهام الى المغرب، بدليل ان تلك الجهات تثبت تجاوزات ديال خطيره في بعض الملفات. لذا يقول وجب اعاده النظر في التقارير ديالها. هنا الاخوه والاخوات المتابعين والمتابعات نرجعوا دائما لمكمن الداء. فين كاين الداء عندنا حنايا؟ ومن يحرض ضد المملكه الشريفه؟ نجد دائما قرن الشيطان، وهي دوائر سياسيه يساريه مواليه لفرنسا في البرلمان الاوروبي او في الهيئات الاخرى، الاتحاد الاوروبي. يقود تجديد اوروبا، وهو حزب معروف اخي الكريم، تيار سياسي معروف ما يسمى بتجديد اوروبا، بزعامه ستيفان معروف مستشار الرئيس الفرنسي ماكرون. معروف هذه القصه ولات واضحه، التي هي مررت مغالطات ضد المغرب، وصادق عليه البرلمان اخي الكريم في متناغم مع الاعلام الفرنسي في خضم حرب التوقعات جيو استراتيجيه لتتخوضها المملكه للخروج من دائره الهيمنه الفرنسيه. الاخوان هنا فين عندنا المشكل؟ راه ماشي هو النظام الجزائري، ما تكونوش غالطين، راه فرنسا ترتدي قفاز جزائري بالغاز الجزائري، بينما هي فرنسا هي التي تضرب المصالح المغربيه. نقول ان التوقعات جيوستراتيجيه تتخوضها المملكه للخروج من دائره الهيمنه الفرنسيه، ما بقيناش بغينا تحت العباءه. الا بغى النظام الجزائري داكشي شغله، هذيك راه ماما مشدود باتفاقياته فيها. هذا الهيمنه الفرنسيه بالمغرب والقاره الافريقيه، لان فرنسا هي المزعج الاول، هي اللي تتزعج من تململ المغرب خارج الحضن الفرنسي. ها علاش خفيه اللي ما علاش المغرب يخرج من العباءه ديالها ويخرج ويعد وما خفيه كان اعظم. هي اللي ضرت المصالح ديالها اخي الكريم الاستعماريه داخل القاره السمراء. نقول اخي الكريم لا زالت هذيك الجزائر والوكيله ديالها بافريقيا، لان هي الوكيله فرنسا بافريقيا. السؤال دائما النظام الجزائري تطالب بالاعتذار، الاعتذار لجميع كل شيء، الاعتذار من المغرب، الاعتذار من فرنسا، الاعتذار من مالي، دائما تطالب بالاعتذار. اين هو اخي الكريم؟ الجزائر ديما تشكو وتنوح بجرائم فرنسا. ماذا قدمت للقضاء؟ اش عطات القضاء الدولي؟ لا ارشيف ولا حقائق ولا هم حزانون، ما عمر قدمت شي حاجه، التباكي على الاطلال، تتبكير على الارض، مجرد تباكي على الاطلال كما قلت، لدغدغه عواطف الشعب المبردع اصلا او جله مبردع اصلا. هذه الحقيقه الماثله اخي الكريم. نقول دائما عدونا المباشر هي فرنسا، لا تريد. عقلتي من الاعتراف الامريكي في 2020 ديال مغربيه امريكا بمغربيه الصحراء، شكون اللي هي فرنسا اوعزت الى المانيا ان تعقد الجلسه لمجلس الامن، واوعزت اسبانيا ان تناور، وعرفنا المناوره الحمد لله بالحق. انها فرنسا اخي الكريم كل شيء رجع للبيطاعه المغربيه، لا اسبانيا ولا المانيا، لكن فرنسا انكشف وجهها الخبيثه بكل صراحه. والايام ستبين كيف ان المؤامرات نستعدوا لمؤامرات فرنسيه وغيرها اخي الكريم ضد المملكه المغربيه. هاي دابا في اتحاد البرلمان الاوروبي غدا والقادم اخطر، سيكون الاتحاد الاوروبي عاوتاني الادرع ديال هذا التيار، لان مستشار الرئيس ماكرون هو الذي يحرض ويململ هذه التململات كلها اخي كتشوف دابا ضد المملكه المغربيه. يريدون للمملكه ان تعود بيت الطاعه، لكن هيهات اخي الكريم، حنا غير الناس بسطاء وعقنا بهذه القوالب ديالها، وبالاحرى الناس اللي تيصنعوا دوائر القرار في المغرب. ولكم كذلك. اذا شكرا سي محمد مرة، كنرحبوا بالاخوان وكنشكروا بالضبط الاخت هبه على الدعم ديالها للقناه. مساله اخرى ملي كيهضروا على حقوق الانسان السي محمد، كيهضروا على حريه الصحافه، رجعوا لساركوزي داك الواحد. ما عنديش فيديو بس للاسف الشديد كنت غادي نتيليشارجيه ونتقاسموا مع المتتبعين الكرام، اللي داك الصحفي بانه غير ما قالش لساركوزي في اللقاء الصحفي، ما قال له السلام، حاول انه يهدوا بالسجن. علاش ساركوزي وكذلك ماكرون لا ساركوزي ولا ماكرون حاولوا انهم يضغطوا على ذوك المسلمين اللي العدد ديالهم 5 المليون؟ ملي كيهضروا على حقوق الانسان السي محمد، 5 المليون مسلم عندهم جنسيه فرنسيه، يعانون القهر من فرنسا. علاش ما كيهضروش على هذا الشيء بالضبط؟ ماذا تريد فرنسا؟ هذاك الصحفي اللي طلب اللجوء الى راه مشى لسوريا كان مهدد بالسجن، واش كيهضروا غير على المغرب؟ حقوق الانسان، حريه الصحافه، استقلاليه القضاء و و و ماذا تريد فرنسا بالضبط من المغرب السي محمد؟ قلت اخي الكريم، تريد ارجاع المملكه المغربيه الى بيت الطاعه،
نقطه الى السطر. المغرب يقول ان بدل نضادر، كان داير شي نضادر في شكل، دابا دار نضادر اخرين، لان كما قلت الشركاء موجودين في العالم، سواء الولايات المتحده الامريكيه، الصين، كذا، عنده كل مع العالم، هو رابح رابح. هذه هي السياسه اللي متابعه المغرب. اما فرنسا، انا شحال مره قلتها في الطلعات ديالنا، راه قلت لك ان ننتظر ان الابواق الاعلاميه ديال فرنسا غتنوض. والنقطه الثانيه غادي نطرقوا واحد المنبر او الذراع الايمن ديال الخارجيه الفرنسيه يستهدفون المغرب. فين ما تشوف استهداف المغرب، لا هو عطى الرشوه هنا، لا هو قال هذا الجي، لا وهذا عطى، لا هذا كل معمعه، عرف بان كاين هناك اتفاقيات على الابواب يريدون لي ذراع المغرب. هذاك اللي ذكرتي جوزيف بوريل ما جاء الا يثير زعما لسوني الدولار، ما عنده كره كذا، راه البرلمان الاوروبي غادي يقول حنا قرارات البرلمان الاوروبي غير ملزمه. هذه خصنا يعرفوها الناس، غير ملزمه، دار قرارات شغلو هذاك. يدخل لنا حنا في القضاء ديالنا ماشي سوقو، ماشي يقولها الصين الشعبيه كانت تبشغ عباد الله بالطنوقه، ما هضروا، ما تيهضروا. يجي حنا عندنا 3 ملفات او 4 ملفات معروفه قال فيها القضاء كلمته. حنا ماشي مع ولا ضد، حنا ما داخلينش في دهاليز القضايا. هناك ضحايا تم كذا رفعوا القضيه ديالهم منحهم، القضاء قال كلمته، لسنا لا مع ولا ضد، ولكن ما دخلوا فرنسا او اوروبا، ما دخلوها في امور داخليه. المغرب انا هو هذا دابا اللي تيحيرني، لماذا المغرب اللي وحده مستهدف بينما دول اخرى الريوس تطير، او مثلا تعذبوا الناس كذا ما تيهضروش. غريب هذا زعما هذا المغرب مسيب ليه وحده، ما فهمتهاش علاش بدا مسيب ليه وحده. اذا كاينه ان دابا صدقنا في ان واخواتها ضد المغرب بكل صراحه. ملفات قضائيه بت فيها قضاء المغربي، انتهى الكلام. جاء طرق الطعن كلها استوفاها، ما دخلوا البرلمان الاوروبي لي الدراع، راه ما خصو يلقى لك شي ملفات، اما هذه ولا هذه ولا هذه. اما القضيه ثاني ديال هذوك الصحفي اللي خداو 80,000 اورو وبغاو يشوهوا صوره العاهل المغربي وكذا، عرف جبدوا ثاني ذاك الملف عاوتاني بان. وحتى قطر السي محمد بغاو يشوهوا قطر ويسووه المغرب، وقطر داروها غير خضره فوق الطعام. لا قطر هي المستهدفه الاولى، لا باش نكونوا واضحين. هذيك 600,000 اورو اللي تلقات عند البرلمانيه، نائبه رئيس البرلمان تيقولوا ان تيتهموا قطر. شكون تيتهم دابا؟ راه الاعلام، ما كاينش حاجه رسميه، راه الاعلام. بينما برلماني واحد اخر خرج واحد المعتوه قال بان رئيس الحكومه المغربيه عطاني ولا بغى يعطيني وشحال من مقابل، ورد عليه بدعوى قضائيه. كنت تيتصرفوا العقلاء، ماشي بالسب والشتم وقال ما قال. لا، قلتي فيا واحد الهضره انت تمشي لك للقضاء، اذا انصفك القضاء بحال البيغاسوس، القضاء هو اللي ينصفنا، خصوصا القضاء الغربي تنعرفوه نازيه نسبيا وليس قضيه عمر الرداد لا زالت ماثله امامنا لمجرد وهضرنا فيها تعيين. قضيه عمر الرداد في فرنسا معروفه، تنقول بان القضاء الغربي نسبيا انه نازي ومستقل لكن ان يتدخل فينا من البرلمان الاوروبي اللي الذراع ديال المملكه المغربيه، اظن تجاوزت. على الاقل هذا البرلمان الاوروبي بان لها المغرب وصوت وتصويت ما دار التصويت على الجزائر، ما دار على دول اخرى والناس تعتقل هكاك. ما زال هادو هنا راه كاين ملف عرض على المحاكم وتم، والمحامون تبارك الله كل شيء، مساطير ديال طرق الطعن تم احترامها. احنا ماشي مع او ضد، باش ما ناخذوش موقف. القضاء قال كلمته، اش دخل البرلمان الاوروبي في هذه النازله؟ وانت اخي الكريم من بعد تسمع اتفاقيات وكذا ويتموا جاي الاوروبيين ثاني الملفات، سني معايا السيد البحري، سني مع دائما تجديد الاتفاقيات تتكون هذه الضجه هذه. وتنذكروا لا عقلتوا في واحد الوقت لا كانوا الناس باقيين تعقل هذيك الكتاب ديال نوترا ميلوروا، وكان دار واحد الضجه وهذا نفس الفيلم تيتعاود كل مره. عندنا كتاب، عندنا جرائد، عندنا كذا، عندنا قنوات اما فرنسيه او اوروبيه تذكي وتتحيي واحد الطنوعره ضد المغرب باش يسكتوا الفم ديال المغرب ويخضع كما القاعده. ما خصوش يخرج من بيت الطاعه، هذه هي الحقيقه. وفرنسا هي مورا هذا الطنوعر كله، والله الا فرنسا. انا ذكرت لك سي نورمال السي محمد، المغرب سحب البساط من تحت فرنسا فيما يخص العمق ديالها الافريقي، راه ماشي غير فرنسا، كاع الدول ديال الاتحاد الاوروبي. هو المغرب دابا الان اتجه نحو دول الفرنك الافريقي اللي كانت كتستغلهم فرنسا. سي نورمال انه غادي يقيسهم الجهل كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا.
صحيح صحيح اخي الكريم، ماشي وجات تبجح علينا وزيره الخارجيه الفرنسيه تقول لك صافي حيدنا لكم التاشيره، صافي بحال زعما عطاتنا مكرومه، بحال عطاتنا شي هكذا. يلا الله يهديك، والله يهديك تبتي فينا حنا. لا لا حنا المشكل عندنا مع فرنسا هي تخرج من ديك المنطقه الرماديه، نقطه الى السطر. ما تبقاش مخبيه تما لا قرارات الامم المتحده ومجلس الامن، هذيك الهضره الخاويه ما عندنا ما نديروا بها. خرجي لان دي الهضره بزاف، وان كان المغرب غادي يحرر الصحراء ديالو وفي 58 مي كان جيش التحرير وجله من الصحراويين ومن قبائل امازيغ من عزبة عمران، وكانوا غادي يحرروا الصحراء لولا تدخل فرنسا بالطائرات ديالها بما يسمى بالشطابه او معارك ايكوفيو. هي مسؤوله، هي المسؤوله فرنسا. متى اسبانيا هزت يديها وسحبنا عندنا الذاكره ديال السماء كلها. فرنسا بتدخلاتها بالطيران ديالها كذا هي التي افشلت المهمه ديال جيش التحرير. والبارح جيش التحرير كانت يهجم على شمال موريتانيا، منين؟ من الاراضي المغربيه اللي استولت عليها فرنسا وعطتها لمن لا يستحق. هذه هي الحقيقه. خلاتنا فرنسا مع الصبليون كنت حنا هذيك الوقت جيش التحرير كان موجود، السلاح مازال مهزوز، الزنا نطيروا اسبانيا من الصحراء ديالنا. لكن تدخل فرنسا اذا مسؤوليه تاريخيه وقانونيه تتحملها فرنسا. هادشي حنا لا نتحملها على فرنسا ولا غيره، ولكن هي المسؤوله. تخرج من ديك المنطقه الرماديه هي سببنا في الحريره، وهي اللي تتمول وهي اللي تدير كل شيء. هادشي فرنسا، نكون واضحين، هي المخلب. واما النظام الجزائري والله العظيم ليس الا تابع ومخلب لفرنسا في افريقيا. ولكم كلام. اذا شكرا سي محمد. انا ما عمري شفت شي دوله باش ان في عوض ما يمشي وزير الخارجيه رمضان الحمامره، ماشي العمامره، رمضان الحمامره، الى فرنسا انه باش يدير واحد قال لك سيدي لقاء ديال عبد المجيد تبون غادي يكون في شهر ماي، غادي رئيس اركان ديال الجيش شنقريحه. واش ما كتشوفش السي محمد شي حاجه تطبخ في الكواليس؟ والله كلشي باين. العرف عند الدول تيمشي وزير الخارجيه هو اللي تيدير الترتيبات ويدير كذا ويوجد الترتيبات والنقاط المدرجه الا الدوله هك. سبحان الله العظيم، غادي شنقريحه قائد الاركان، انا ما فهمتش الوضعيه ديالو والله. ما عنده منصب سياسي، ما عنده كذا، وغادي هو اللي يدير الترتيبات. غريب والله، لا غريب. بلد غريب في موقع غريب وانشئ غريب. ورحمه الله على الوزير السابق الجزائري، قال لي سي نور ما تكون عقليتنا بحال هكا، لان جاو الصبليون غنيمه حرب، جاو العثمانيين جراو على الصبليون وشدوا البلاد غنيمه حرب، ثم جاء الفرنسيين وطردوا العثمانيين الاتراك وبقات غنيمه حرب. نعسوا فاقوا لقاو قاره عطاتهم السوارت فرنسا، قالت لهم انتم وليداتي ولكن ما تخرجوش من العباءه ديالي، وتلفوا ها الثروات، ها البترول، ها الغاز، ها بلاد واسعه، وتلفوا الى يومنا هذا. انا اتحدى يقول لي بان مشروع دوله انجح، اتحدى، لان ما ولفوش. كيف يسيرون الدول؟ خاص يكون عندك تراكمات، الدوله تتهز وتحط وتطيح وتنزل وكذا وتعارك. اعطيونا معركه واحده خاضوها ضد الاسبان، اعطيني معركه واحده مذكوره في التاريخ ضد البرتغال. يلا التحدي مرفوع، اعطيونا. لا شيء، لان دائما ذاك الاقليم كان مفعول به وليس فاعل. ولكم كذب. اذا شكرا سي محمد مره اخرى. دائما هذا الاتحاد الاوروبي ولا الدول الغربيه لا حول ولا قوه الا بالله دائما يطبقون ما يسمى بسياسه الردع، وضعوا لنا هذه الجاره ديال السوء انهم دايرينها بحال شي بيون، فوقاش ما كيبغيو انهم يحركوها باجنده فرنسيه للاسف الشديد. سي محمد عندك شي اضافه عن موضوع اخر؟ انا اظن لا، خلينا ندوزو لموضوع اخر ان شاء الله. تفضل سي محمد، تفضل. غير يتمنى تفضل. هذه الحمله الشرسه ضد المملكه المغربيه كنا نبهنا لها شحال هذه، وكنا قلنا بان نترقب سواء من المجتمع الاوروبي او الفرنسي. مؤخرا اخي الكريم ان بدا الحديث في بعض المنابر الاعلاميه، خصوصا واحد القناه معروفه وهي الذراع الاعلامي لوزاره الخارجيه الفرنسيه معروفه، وتحدثت على مبدا تقرير المصير، وهو مطلب للانفصاليين
مع العلم ان نذكروا حتى ان الضيوف كانوا مغاربه. والله العظيم الحرام عليكم ان تنتموا الى المملكه المغربيه صراحه. عندك ان ديفيرجونس ولا عندك مشاكل مع السلطه المغربيه، هذا شيء. اما البلد ديالك دافع عليه في المنابر على الاقل بالحق، على الاقل بالحقيقه، وليس تغاضي وتتماهى مع خصوم المغرب. هذا تقرير المصير حنا نشرحوا للسيده ماريون غودان الصحفيه، نشرحوا لها واخا المغاربه اللي كانوا ضيوف ما توافقوش ولا ما بغاوش، ما عارفين. مبدا تقرير المصير سيداتي راه هو المغرب اللي طرحوا سنه 1960 عند وضع الملف بين ايدي اللجنه الرابعه للامم المتحده. المغرب اللي حطوه في سياق نضاله لتحرير الاقاليم الجنوبيه، والخطبه ديال المرحوم محمد الخامس في محمد الغزلان كاينه موجوده، رجعوا لها الاخوان. وجواب على الذي شي وحدين ومنهم النظام الجزائري تيستند على القرارين هادو جوج 1514 و 1541 الدفاع عن تقرير المصير، وتيتجاهلوا بان المغرب راه كان من الدول الصانعه لهذا القرار او القرارين، وانتخب من طرف الامم المتحده ضمن نجله مكونه من 6 دول. وعلاش تخبيوا الحقيقه يا القناه المعروفه الذراع الاعلامي الخارجيه الفرنسيه؟ ومن 6 دول كان فيها المغرب هي اللي صاغت القوانين القرارين. الاكثر من ذلك ان المقترحات اللي تقدمت من طرف الحكومه المغربيه انذاك الى الامين العام يوم 14 ماي 1960 قبل ما ينوض النيف عند شي بعضيه، قبل ما ينبت النيف لشي وحدين، وقد قدمتها للهيئه الامميه، قدمت جمله قابلتها الامم المتحده جمله وتفصيلا. هذه القرارات اللي عطاها المغرب او الحكومه المغربيه قبلتها الامم المتحده جمله وتفصيلا. هذا تقرير المصير. وتم الكشف عن بعض هذه الوثائق غير الصيف اللي داز السنه الماضيه، يكشف دور المغرب في جلسات اللجنه التي كان يمثلها المرحوم المهدي بن عبود. ويذكروا الاخوان ارجعوا شويه للذاكره، ملي كان المهدي بن عبود سفير المغرب في الامم المتحده يماثل عمر هلال الان بحال هما العيلات، وكان عضو في اللجنه السداسيه المذكوره اللي تيقول تقرير المعاصر، اللي تيقول تقرير العصير. دابا المغرب هو الذي كان عضو في اللجنه السداسيه. وجواب على المدعين هنا في هذه القناه قال لك بان المغرب وهم تدعوا زورا بهتانا ان الاستفتاء لم يتم تنظيمه لان المغرب رفض ذلك. قالوا في القناه، رجعوا الاخوه للقناه بلا ما ندير لها الاشاره. والحقيقه في الامر ان المغرب هو الاول اللي قبل الاستفتاء سنه 1981 في مؤتمر نيروبي الثاني بحضور المرحوم الراحل حسن الثاني، بينما الجزائر او نظام الجزائر والبوليزيرو رفضوا المقترح، رفضوا باقي عاقلين. المشكل ان الامم المتحده نقولوا السيده ماريون غودان، المشكل ان الامم المتحده والمبعوثين ديالها العامون تبين لهم استحاله تنظيم هذا الاستفتاء. هما اللي قالوا ماشي المغرب بالطريقه التي تريدها الجزائر والربيبه ديال البوليزيرو، ما يمكنش. علاش؟ لان انت مشيتي كررتي الدنيا كامله ديال مالي في ذاك القحط اللي كان في الثمانينات، وجبتي لنا ديال موريتانيا، وجبتي لنا ديال النيجر، وجبتي كاع داك الشير ديما ديال مرتزقه وتعطيهم ياكلوا ويشربوا. فين يلقاو هذه؟ كان القحط كان الجفاف هذاك الوقت في الثمانينات، تذكروا الاخوان كانت مسنين ديال الجفاف، جابوا كاع داك الصياع تما وخشاهم تما وفرخوا، ودابا كثروا. اجي دابا نديروا الاستفتاء، كي درتي لها؟ كي درتوا لها ان الامناء العامون اي ديال الامم المتحده قال لك استحاله اجراء استفتاء بالطريقه التي تريدها الجزائر والبوليزيرو، بحيث ان جيمس بيكر وكريستوفر روس هذو مقربين من الغاز الجزائري قدموا مقترحين بعيدين عن هذا تطبيق الاستفتاء بعد. ودابا عاد ولا تيقولوا عاوتاني رجعوه هما بجوج خرجوا من هذه الوظيفه، ولا تيقولوا الدعوه الى الاستفتاء بعد مغادره المنصب طبعا. وجيمس بيكر عقلته هو اللي اقترح التقسيم، هو اللي اقترح ملي مسافر عنده الرئيس الجزائري بوتفليقه ودا مع الملف ديال التقسيم، بمعنى سنه 2002 بمعنى وقبلته الجزائر لان هي اللي دات الملف لجيمس بيكر في الاقامه ديالو في الولايات المتحده الامريكيه. وفوضحت امام العالم ان ما كاين لا تقرير مصير ولا استحمص، بينه هو مطمع للاستيلاء على الارض ومنفذ الى البحر المحيط الاطلسي. هذه اللجنه ديال تصفيه الاستعمار نذكروا الجاهل او الغافل سواء كان في القناه او في غيرها ان المغرب هو من اقترح جعل مدينه طنجه مقر للجنه تصفيه الاستعمار. هذا الدخول علينا حنايا. وكانت اللجنه مسميه اللجنه 17
وعقدت الاجتماع ديالها الاول في طنجه سنه 1962. دوك البرقوقيين، دوك المساق الوالدين تقول لي تقرير المصير ما تقرير العصير، كان المقر عقد في طنجه 1962. كل هذه الحقائق تعرفها الساسه الفرنسيين، واش ما عارفيناش، لكن تيتغاضوا على هذه الحقيقه، وعليهم ينبهوا على الاقل الاعلام ديالهم. بقى يسلطوا عنا، بدا يدخلوا عندنا ديك الدادات، وانا قالت هنا قال لي كل هذه الحقائق يعرفها هذه الساسه. لكن هناك تصعيد دبلوماسي وحرب معلنه تتعد عدوان على دوله ذات سياده اللي هي المملكه المغربيه، وتتقوم بها دول اخرى غير الجزائر، نقول صراحه غير الجزائر، وهي التي تؤدي كل الحروب ضد المغرب، هي تخلص سواء دبلوماسيا عسكريا او اقتصاديا. والغريب شي بعضين من ابناء الجلده ديالنا في البلاطوات الفرنسيه يجلدون بلدهم الاصلي من الخلف. ان كانت لك حسابات اخي الكريم مع السلطه فاتركها اطارها الثنائي، تو السلطه الله يعاونك دارت لك درتي لها شغلك هذاك. اما الوطن فهو للجميع، لا تتوانى الدفاع عليه، دافع عليه ولو في وكر العدو. هنا تذكر ولا عقلوا الاخوان كانوا اشخاص مناوئون او معارضون، سميهم ما شئت، للسلطه المغربيه، وابان الحكم ديال المرحوم الحسن الثاني، ولجؤوا الى دوله الجزائر لسنين وما جالسين، راهم بين ظهرنا كان فيهم الباقي حيوا في المغرب. لم نسمع عنهم انهم طعنوا في وحده وطنهم الحقيقيه. وحين اشتد الصراع حول القضيه الوطنيه لم ينسلخوا من جلد وطنهم. صراحه ده موقف نبيل، وكان تيزورهم بوتفليقه، وكان وزير الخارجيه، وبغى ياخذ منهم موقف ضد الوحده الترابيه، فابوا. حتى في الحضور الاجتماعات كذا ما تيمشيوش. وكان ضيفا، وانا اتذكر كان ضيف على قناه الميادين المقربه من سوريا، النظام السوري من حزب الله. كان ضيف حين وصل الضيف المشارك، كان شارك ضابط في القوات المسلحه الملكيه، شارك في انقلاب المرحوم الحسن الثاني، وكان ضيفا على تلك القناه. حين وصل معه الصحفي ابو زكريا، لازلت اذكر، وصل مع الصحفي الجزائري الاصل لقضيه الوحده الترابيه، ما عقلش عليه، وهو لاجئ بدولة السويد. هذوما المغاربه، هذه الطينه المغاربه، عنده مشكل مع السلطه، عنده مشكل مع النظام المغربي، لكن في الارض لا شيء يعلو فوق الوطن. لكن ذكره هذا الضابط اللاجئ بالسويد، ذكروا ان الجد ديالو كان يتسوق من سوس العامره الى تندوف تحت الرايه المغربيه. هذه هي الطينه ديال المغاربه. الوطن اولا واخيرا مهما كانت الظروف. ماشي انا عندي مشكل مع السلطه كنت نمشي نضرب بلدي ونضرب وطني في الدار، حاشا معاذ الله. هذا هو الطينه اخي الكريم ديال المغرب اللي عرفنا. اما القناه ديالك قلت لك هذه تنوعير ديال هذه فلانه، هذه قناه كذا، وهذه قناه تستضيف، كوني تستضيف شي مغاربه اقحاح يقولوا هي الحق، تجيب لك من هنا مدعداعين كذا، ايما ما يعرفش يدافع عن القضيه الوطنيه، ولا عنده حسابات مع السلطه المغربيه. ان تقرير المصير وضحوا للناس تقرير المصير المغرب الذي طالب به منذ 1960 واعاد في 62 واعاد في 64 وهلم جرا، هذه الحقيقه. اما الخطاب ديال المرحوم محمد الخامس فكان في 58 قبل ما ينوض كاع لا هذا ولا هذاك، وبقى تباعا، والخطاب ديال محمد الغزلان لا زال مسجلا الى يومنا هذا. اذا شكرا سي محمد. راه ما بقى لا تقرير المصير ولا تقرير العصير، وقال دريس اكي هذا متتبع ديالنا، قال لك اسيدي البوليزاريو كيشرب الحليب والكراغيله كيشربوا الماء والطوابير. راه كان عندي واحد الفيديو انني بغيت نديرو في هذه الحلقه هذه، كما كيكتبوا علينا كيقول لك حنا قوه ضاربه وانتم اللي عندكم الطوابير وحنا شبعانين. وواحد قال لهم حتى البنان اننا كنزرعوه تحت البحر، زعما كيخلعونا، عندهم ديك البواخر الحربيه وكيتهكم على المغرب. والحمد لله حنا عندنا الحليب وعندنا التمر وعندنا كل شيء موجود والحمد لله. هما اللي عندهم الطوابير. وكنشكروك الاخ دريس اكي. ماذا يمكن انك اساد السي دريس اكي سي محمد قال لك البوليزاريو كيشرب الحليب والكراغيله كيشربوا الماء والطوابير لا حول ولا قوه الا بالله. ماذا يمكن ان تقول؟ جاوب سي اخر كلام. هذاك احنا ما نتعايروش بهذا الشيء ديال الماكله ولا كذا، ولكن هما يجبرونا باش نقولوا عليهم هذا. هما النظام، نقول لك صراحه، النظام يريد ان يذل الشعب الجزائري. راه بغى يدلوا بديك الطريقه، بزعما احنا تيشريو السلم الاجتماعي، انه يمنون عليهم، جبنا لكم الحليب جبنا لكم السميده احنا باش يديروا الطوابير باش ديما تحت السباط. ما هي شنو هي غادي يكون استثمار
من الجزائريين يجيبوا البقر من هولندا ولا من شي بلاصه اخرى وكذا لا ما بغاش، لان اللور كان جينيرال، لان مول المشروع جينيرال ما يمكنش يقبل لك المنافسه. نكونوا واضحين، بدليل ان هذاك كما قلنا البارح الشركه السعوديه اللي جات تدير الدواء الجانيس او غير الجانيس كذا، شو التنوير ديال ذاك الوزير؟ لان المهماز ديال الجنرال ما بغاش المنافسه، خصو هو يبقى مسيطر على السوق. وعباد خصو يفهموها الناس هذه، راه كل قطاع من دار بخروبه، دار الضباط على راس القطاعات الصناعيه والقطاعات الاقتصاديه والقطاعات المديره للدخل، دار الضباط، ومن ثم مسيطرين. ما يمكنش يجي واحد مستثمر ويدير الحليب ولا يدير السميد، لا، خصهم يدلون ان يدلون ذلك الشعب، حتى ولا دابا تيقبل تيقول لك الطوابير انها ظاهره حضاريه. هاكا كاين حتى في الانجليز قال لك. ايوا واش غتقول لهذا؟ يدلهم حتى انهم قبلوا المذله، وبكل بساطه. ولكم كلمه. شكرا سي محمد. غير عجبني انا واحد الجزائري كيدير واحد الفيديو كيقول لك شوفوا المغرب، راني في المغرب الخوت. واحد الجزائري بغى يدير بحاله وحاول انه ينقل من الجزائر، قال لك الاخوان راني في الجزائر الخوت. هو نسى بان كاين واحد الطوموبيل عندها ماتريكول ديال كازا، بغى يبين لنا مدن كيبينها مدن يعني مغربيه، وكيقول لك الخوت شوفوا الجزائر فين وصلت، ونسى بان كاين دي ماتريكول ديال دي فواتير ديال المغرب، سيرتو بالضبط من مدينه الدار البيضاء. يعني شيء مضحك للاسف الشديد. هذه الدوله اللي جاورنا بها الله سبحانه وتعالى، الله يهدي موسى. سي محمد، عندك شي اضافه اخرى؟ لا، في هذا السياق هذا راه حتى هذاك القطراجي ديالهم، لان ما عندهم ما يصور، واخدام علامه رياضيه كاينه في المملكه العربيه السعوديه، وقال لك حنا الجزائر طالعين هابطين، ما تيحشموش. هذيك بن قلنا ما هزاش واحد المشروع كان مع في اليابان ولا ما عرفتش شي، وقالت لك ها هي المدن النموذجيه في الجزائر. عندهم عادي، لان ما كان ما يتصور. راه اللي خلات فرنسا، داك الشيء اللي خلات فرنسا راه هو اللي باقي. هذا ماشي بس باد، هذه الحقيقه. على دابا تيخطفوا من هنا ويخطفوا من هنا، كي كبيرهم كي صغيرهم كلهم. الا علاش؟ لان ما يمكنش خرجت الاستعمار وعطاهم السويرتات ديال دوله شاسعه، بلاد كبيره، وتلفوا الفلوس كاينه وتلفوا. اجي انتم مؤرخين يلا كذبوا، بدا من تما بدا الكذب. كذب على هنا اش دير؟ حدانا المملكه المغربيه انطر وبدا جر القفطان، جر هذا، جر كذا وجر. بالله عليك، وتا واحد الشعب ما عمرو دار حرب، ما عمرو حرب تنقول حرب كلاسيكيه، خلينا من الكيريه. راه كاين واحد الاخذه بعد هنا، حرب مثلا، حرب كلاسيكيه مثلا، جيوش مع جيوش. وشويه قال لك التبوريضه حتى هي كاينه جزائريه. انت منين تعلمتيها؟ راه التبوريضه فن ديال الحرب اخي. كانت الجيوش المغربيه، كان القبائل، كانت القبائل السلطان تدعي الى الجهاد او الى تيخرجوا الناس. ما كانش جيش نظامي بحال دابا ناس مكاجيه كذا، لا، كانوا القبائل تطوعوا، كل تيجي مكحله ديالو والفرس ديالو. كانت في الدم ديال المغاربه الفروسيه. هذه الفروسيه فن ديال الحرب. وانت ما عمرك درتي معركه لا مع العثمانيين لا مع الصبليون، لا تقول الفروسيه ديالنا كيف؟ ماشي لعبه هذاك، راه فن ديال الحرب. كان المغاربه يحاربون بتلك الطريقه، وبقت موروث ثقافي ابا عن جد. ما يمكنش تسرق واحد الحاجه ماشي ديالك. وتدير المخده، داير المخده وناعس مع راسك. دازوا الصبليون، دازوا العثمانيين، دازوا الفرنسيس، انت في اكتئاب تخطف. راه ما يمكنش. راه ماشي تبوريضه، ماشي نزوقيه فينا ولا لعب عياله ترشق لنا نديروا مكحله بق، لا، راه موروث حربي يدرس في الجامعات ديال الجامعات الحربيه. سوروا الاكاديميات مكناس، اكاديميه عسكريه، تلقى هذا الزي ديال الفراس والمكحله والسرج والقربوس لا كان فن ديال الحرب. ونتذكر دليلنا على ذلك في معركه إيسلي. انا هنا نكون ننصف الحاج عبد القادر. احنا ما تنقولش امير عبد القادر، الصفه عطاتها لفرنسا. الحاج عبد القادر كما وصفوه المؤرخين المغاربه في الاستقصاء. الحاج عبد القادر نصيحه عطاها الممثل ديال السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن، قال ليه حيد لذاك الباراسول، ذاك الكبير اللي تيكون الاميري، راه غتستهدك فرنسا. وكان محق، هذه نعترفوا ليه بها، كان كمخطط عسكري كذا نعترف. ولكن ان المغاربه علاش فيهم 700 شهيد رحمه الله عليهم؟ لان كانوا بديك الطريقه ديال التبوريضه، كانوا يهجموا على الفرنسيين. ديك الساعه دايرين يسمى المربعات الكاري، تيضرب الطلقه وتخشى القد ويخرج الصف الاخر عاوتاني، الصف ديال 20 كذا ولا هذا.
كان فرنسا طورات في المسائل ديالها الحربيه، عليها طاحت 700 شهيد من اجل الجزائر، من اجل الجزائر. ما بيننا وبين فرنسا حنايا. من المعاهده ديال سيدي محمد بن عبد الله مع الفرنسيين كانت هدنه تامه بيننا وبين الخير والاحسان. لكن دائما ترجعوا لطيبوبه السلاطين ديالنا. طيبوبه السلطان مولاي عبد الرحمن الذي قبل ببيعه عبد القادر وباه محي الدين. هي جاتنا تصدع الى يومنا هذا حنا تنخلصوا الضرائب اخي كريم بكل صراحه باش بيننا وبينهم الخير والاحسان. راه البارح هضرنا على 1903 كنا بخير وعلى خير، كان مفاوضه هذا على القبائل المغربيه تهجم على القوات الفرنسيه، وراه تهموا قال لك السلطان بتحريض من السلطان ديال الامبراطور. هضرنا عليها البارح. لكن نصره المسلمين الجزائريين جابت لنا، مشات لنا 700 شهداء ربي يرحمهم، وزقنا مدقدقين والولاد كذا، وهرب ذاك ممتي السلطان هرب حتى لتازا، مع تحياتنا الناس ديال تازا والسي احمد من هذا المنبر، هرب حتى لتازا وتشتت الجيوش. واحد الفضيحه اش دانا لهاد الحريره. وهذا الشيء تنقول ما باغيش عاوتاني نعاودوا. فرنسا عارفين الناس من التنوعير ديالها تنعرفوها. ندعو من المفاوض المغربي أن يكون حازما مع المستعمر القديم، لأن خبثه لا زال مستمرا إلى اليوم. ولكم كذلك. اذا شكرا سي محمد. كنت انا كندير معكم هذه الحلقه وعندي واحد الصداع يعني فظيع جدا، وراه عرفوا السي محمد قلت له قبل ما نديروا هذا المباشر، يعني داير هذه الحلقه هذه وراسي مرفوع. قبل ما نختموا كنشكروا السي محمد، السي ادريس اكي، كنشكروا السي شكيب علي، سي عبد الله، بطبيعه الحال الاخت هبه ما، وكنشكرك على الدعم ديالك في القناه. مجموعه من الاخوان، عايده، مجموعه من الاخوان، القائمه طويله. مره اخرى اسف بانني كندير هذا مع صحبه الاستاذ ديالنا السي محمد، وعندي صداع مهول في الراس. ترقبونا ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا بحول الله في حلقه اللي كنتمنى بان المواضيع ان شاء الله ديال القناه الجريده المغربيه تنال الرضا ديالكم. كنشكركم على الدعم ديالكم، ولكن قبل ما تخرجوا رجاء انكم تخليوا البصمه ديال الاعجاب، ولما لا البارطاج ديال هذا البث هذا. كنتم مع الاستاذ احمد والاستاذ السي محمد، الى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله. تحياتي. بحري جوي موشد شعارنا